يومكم سعيد. كارت النهاردة ملهم جدا. من أول لحظة شفت فيها كده افتكرت سؤال جالي في القناة عن جحيم الشك في الآخرين. الكارت بيكلمني بشكل باطني عن الموضوع ده، فتعالوا بقى كده نحلله سوا لأن في المشكلة وكمان الحل. الكارت فيه سيدة كده بملامح ملكية، لكنها برضو يعني رغم نبل ملامحها إلا إن فيهم شوية حزن، شوية إرهاق، في كمان كده يعني إحمرار في العينين ودموع نشفت خلاص، لكن بعد ما سابوا أثر على المكياج بتاعها. والبنات اللي بيسمعوني طبعا عارفين إن لو الميك اب ساح أو اتبهدل فعلى طول يعني إحنا بنجري كده ونصلحه. إنما السيدة هنا اللي في الكارت مهتمتش، كأن سيلان دموعها ده على خدها بقى حاجة كده يعني هي متعودة عليها خلاص، فمش مهم بقى تمسح دموعها وتظبط مكياجها، لأن ده خلاص بقى العادي بتاعها. العادي بتاعها إن كل شوية دموعها هتنهمر، وكل شوية هتشعر بخيبات الأمل. المكياج هنا هو القناع اللي هي بتلبسه، أو بمعنى أصح يعني هو الوسيلة اللي هي اتعودت تداري بيها إرهاقها وحزنها. فدلوقتي حتى القناع كمان مبقاش مهم ليها، مبقاش مهم إن هي تحافظ عليه في أبهى صورة ممكنة. كمان بقى الوشوم الكتيرة على الوش والرقبة والصوابع دي كلها رموز بتقولي كده إن هما دول الجروح القديمة، أو رموز للأحكام المسبقة اللي هي سمعتها ووجعتها، اتحولوا بقى عندها لعلامات مرئية على الجسد بسبب كثرة التعرض للخذلان من الناس. وطبعا الإطار الذهبي اللي هي محبوسة جواه ده هو عامل كده زي حدود فاصلة، زي boundaries أو حدود، يعني عامل زي الحدود اللي موجودة بينها وبين العالم الخارجي كله، كأنهم يعني وسيلة حماية بمعنى أصح بينها وبين العالم الخارجي. حتى بصوا يعني كمان الغابة اللي وراها شكلها مخيف شوية كده، مدية إحساس بالعزلة قاتم، كأنها عاوزة تقول يعني أنا جوايا إحساس ورغبة في العزلة، لكن ده علشان أحمي نفسي. الكلمة المكتوبة بالفرنساوي على الإطار الذهبي بتقول ديموا كوتوميم، أو قولي إنك بتحبني، وتحت كمان مكتوب أنا بحاجة للأمل. ودول كلمتين كده يبانوا عكس بعض، يعني في تناقض. انت منين بتقول للناس حبوني، قولولي انكم بتحبوني، وفي نفس الوقت انت فاقد للأمل؟ يعني اللي بيمشي يطلب الحب ده بتبقى نفسه مفتوحة على الحب على الأقل، إنما مش فاقد للأمل. الحقيقة ده تناقض بين طلب الحب من الناس اللي بره وبين حاجتك للأمل الداخلي اللي جواك، انت فاقد حتى للأمل. التناقض الواضح بين سجنها جوه البرواز الذهب وبين طيران الفراشات والطير الجميل اللي جنبها ده بيجسد صراعها مع الشك بما لا يدع مجالا للشك. الشك يا جماعة بيبقى زي حلقة مفرغة كده بيفضل العقل يدور فيها، بيسرق من حياتنا وبهجتنا ونورنا. لكن يعني من اللي أنا شايفاه برضو هنا قدامي، فالشك ما كانش مرض، يعني مش شك مرضي أو مش حاجة أصلا نقدر نعتبرها مرض، لأن هو عامل زي آلية دفاع روحي أنت كنت بتعتنقها علشان تحمي نفسك. كان زي spiritual defense mechanism كده أنت كنت بتعمله علشان تبقى دايما عارف أو سابق اللي قدامك بخطوة من وجهة نظرك. والنوع ده من الشك على فكرة بيجي بعد مراحل ومراحل من الأحكام والتدخلات بقى اللي للأسف بتخلي أصحاب الأرواح الحساسة محتاجين دايما يفضلوا جوه وضعية الدفاع، بيخليهم يعيشوا الحياة من بعيد، ما بيعرفوش ينغمسوا في الحياة بمعنى أصح، وما بيعرفوش يستمتعوا بصحبة الناس اللي معاهم.
لأن على طول الشك بيشتغل جواهم، فبيبقى كأن الناس اللي هم معاهم يعني لابسين ماسك كده، وبتبقى مهمة صاحب الشك إنه يشيل الأقنعة اللي على وجوه الناس اللي حواليه كلهم، ودي الحقيقة مهمة مهلكة ومتعبة جدا للجهاز العصبي والأعصاب وكل حاجة فينا. الماسك اللي بيخفي نية الشخص اللي قدامك ده بيفضل كده يعني يدخلك في متاهة من عدم اليقين، تفضل كده تقول لنفسك يا ترى هو صادق، يا ترى هو بيكذب، طب ما هو جايز بيعمل لي كده علشان ده أمبوش، يعني بيعمل لي كمين مثلا، أو بيعمل لي خطة كده علشان يجرجرني إني أعمل اللي هو عايزه بالظبط. الحتة دي بقى والتفكير ده هو فعلا متاهة. انت من بعد ما بتمر بكل الحاجات دي ما بيفضلش قدامك غير انك تاخد وضعية الدفاع بشكل اوتوماتيكي كده في اي مناقشة بتتفتح معاك، او حتى في اي تجربة جديدة، او مع اي مقابلة مع اي حد في الحياة. كأن الشك كده بيتحول زي فليفر، زي طعم انت بتضيفه فوق كل حاجة حواليك. انت خلاص بقيت عامل كده زي اللي أدمن الشك، بقى يحطه في كل حاجة هو بيعملها وبيشوفها وبيتذوقها وبيدركها ويبصرها، إلى أن يثبت العكس. وانت نادرا ما يعني بيجيلك كده حد فعلا بيثبت سلامة نيته. الكارت على فكرة كمان رقم 12، وده رقم كارت المعلق في التاروت التقليدي. يعني انت بتمر بمرحلة من السجن داخل أحكامك للأسف، داخل وجهة نظرك في الناس والحياة. أنا فاهمة إن أكيد أنت تعرضت لتجارب مريرة خلتك توصل للنقطة دي في حياتك، بس بصراحة الحياة بالشكل ده لا تطاق. ما ينفعش تفضل متعلق، ما ينفعش تفضل جوه برواز. الحياة لازم تتعايش يا جماعة، يعني لازم نفرح ولازم نتحب وإحنا بنتحب نبقى حاسين بالأمان التام كمان جنب اللي بنحبهم. ما ينفعش نقول للناس حبوني بس في نفس الوقت نبقى محبوسين جوه عذاب الشك. الكارت جايب حل كمان الحقيقة الحمد لله، وهقولك ايه هو. بس الأول عاوزة أقولك إن هو كمان مش بس بيوصف لي شعورك، إنما كمان بيقولك أنت أصلا مش غلطان إنك تحس بكده، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي. بس هو بيقول أنت أكيد عندك أسبابك اللي تبرر كل ده، لكن أنت برضه مطلوب منك تعمل كده، يعني زي حجب للتدخلات السلبية اللي أنت بتشوفها في الناس اللي حواليك. الناس اللي أثبتت تجربتك معاهم إنهم ما عندهمش نوايا طيبة ليك، تعمل لهم حجب، يعني تحط مسافة بينك وبينهم. مطلوب منك كمان تثق في ذاتك. أنا عارفة وفاهمة كويس مدى عذابك، لكن عذابك ده أنت الوحيد اللي تقدر تخففه، مش الناس. بمعنى أصح، الناس حتى لو أثبتت لك سلامة نيتهم فدي مش مهمتهم أصلا. المهم بالنسبة لك إن مهمتك أنت تكون إنك تثق في نفسك، وإنك تعرف تعمل حدود صحية مع الناس اللي أثبتت التجربة إنهم مش مصدر للثقة. وكمان مطلوب منك إنك تحسن اختيار الناس اللي هتقولهم أخبارك. أحسن اختيار الناس اللي انت هتشاركهم لحظات سعادتك. اصنع انت بنفسك كمان حياتك السعيدة، ما تستناش حد يجي يساعدك، لأن الدنيا ما بتمشيش كده. احنا اللي بنعمل حياتنا السعيدة مش الناس. أنا فاهمة يعني إن الكلام سهل والفعل صعب، بس انت تدريجيا هتغربل الناس اللي حواليك بحيث ما يفضلش حواليك غير الصادقين. اللي انت بتمر بيه يعني يا عزيزي ويا عزيزتي مش شك أصلا، انت بتمر بالخذلان. يعني سهل قوي نقول ان احنا بنشك، انما جذر الشك او سبب الشك هو كان التعرض لحاجات كتير قوي ومواقف كتيرة قوي خلتك تشعر بالخذلان من الناس. يعني الشك بتاعك في أساسه وصلبه حزن
عميق بسبب الخذلان. فخلاص يعني انت ما بقتش بتصدق بسهولة، وبالتالي انت بنيت حواليك عالم كامل كل اللي فيه لا يمكن الوثوق فيهم، لانك اتوجعت قوي. فبقيت ماشي تقول كده كل الناس دي غلط، كلهم عايزين يضروني، او كل الناس دي ليها اجندات خاصة، او كل الناس دي عمرها ما هتفهمني. فانت بقيت ماشي بتصدر احكام على الكل، وبالتالي حتى لو كان في الكل ده 1% كويس، انت عمرك ما هتشوفه اصلا. كل الدموع دي وذكريات الخذلان اعتبرها مجموعة دروس دربتك ازاي بعدين تعرف تميز مين تقوله حياتك فيها ايه، ومين تبتسم له وتقول له أقل القليل، أو ما تقولش حاجة أحسن أصلا يعني، لأنك أصلا مش مضطر يعني أو مطالب إنك تبرر نفسك لحد. السيدة في الكارت نفسها بشدة تتواصل بشكل عاطفي وصادق، لكن شكها بيمنعها. وكلمة أنا أحتاج الأمل اللي مكتوبة تحت دي معناها إن الشك اللي جواها كاد أن يقتل الأمل شر قتله. وده بيأكد لي الكلمة اللي مكتوبة تحت بالإنجليزي اللي بتقول if you lose hope you may die of desire، يعني لو فقدت الأمل ربما ستموت من الرغبة. انت محتاج الأمل يفضل جواك حي، لأن هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تعرف تعيش الحياة وتستمتع. لو الأمل هو كمان مات بسبب الحزن والخذلان والشك، فصدقني يا عزيزي أو يا عزيزتي انتوا أكتر ناس وأول ناس هتتعب. السهر بقى بسبب الإفراط في التفكير وفقدان الثقة، والتاتو بقى اللي على رقبتها وشها، كل دول هم الندوب، هم الجروح أو علامات الجروح اللي سابها الناس في ذاكرتهم جواك. حتى الإطار الذهبي ده اللي هي حولته لملاذ آمن، يعني حولته لمكان تعزل نفسها فيه من الناس. كل ده مخليني أقول إنك فعلا من جواك تعبت جدا، بس برضو انت اصلا انسان عندك حدس وبصيرة، يعني انت اصلا كمان يعني بتعرف تميز فعلا. جايز كمان عندك موهبة قراءة الناس، يعني عندك فراسة، عندك بصيرة، وعندك بتعرف تقرأ البادي لانجوج وكل ده، والمايكرو اكسبريشن اللي هي التعبيرات الدقيقة للوش، وبتقدر يعني تستبطن كده بواطن الناس، بتعرف تشوف ظلالهم كمان بمعنى أصح. يعني انت بتعرف تشوف الظل اللي جوه كل واحد من الناس اللي قدامك. بس برضو انا يعني زي ما قلت لك انت محتاج تستخدم كل ده في انك تعيد توجيه قوة بصيرتك الخارقة دي، في انك المرة دي تخرج من عزلتك، لكن في نفس الوقت ما تقولش برضو حياتك كلها للناس كلها. يعني لو انت عايش في بيئة سامة او مش داعمة، او معاك شخص بيضايقك باستمرار وما عندكش القدرة انك تبعد حاليا، فممكن تبعد وجدانيا. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت ما تشاركهمش كل تفاصيل حياتك، مش لازم اصلا نقول كل حاجة تخصنا للناس، لازم احنا نكون حراس سعادتنا. انت اللي تحمي سعادتك وانت اللي تحمي حدودك. ده هو الحل لمشكلتك في الشك، انك ببساطة ما تعرفش الناس دي كل حاجة عنك، بدل ما تواجههم بقى وتحاول تغيرهم وتعدل سلوكهم، او تفضل كده طول الوقت داخل في صراعات ودوامات شك. اشتري راحتك بقى، واشتري راحة جهازك العصبي، وانتقي مين اللي يدخل الدايرة المقربة منك، ومين اللي تفضل علاقته بيك علاقة سطحية. اعمل حياة تسعدك، بس ما تديش باسورد الدخول ليها لكل من هب ودب. اوعى كمان تفضل في علاقة مع شخص مش جدير بالثقة فقط عشان تملى فراغك العاطفي. وهنا عايزة أفرق بين حاجة مهمة جدا جدا جدا. لو انت بتتأذي من اللي معاك، فانت هنا لازم تعمل مسافة بينك وبينه، مش تمارس عليه صمت عقابي او تحرمه منك او تبعد وتقطع معاه والكلام ده كله. ده مش قصدي، انا قصدي انك تبعد عنه وما تديش لكلامه اهمية، ما تخليش كلامه يأثر في اختياراتك، ما تخليش كلامه يلزق فيك ويعورك بمعنى صح.
إنما لو كلمك اسمعه عادي يعني بدون ما تقرر إنك تعاقبه بالصمت، لأن لو طلع منك طاقة صمت عقابي فاللي قدامك هنا هيبقى كأنه أوجب عليك كارما. فاهمين قصدي إيه؟ يعني أنت لو عاقبت اللي قدامك بالصمت ومشيت كده من قدامه وأنت بتقول جواك أحسن، أنا بحرمه مني عشان يعرف قيمتي، بكرة يعرف قيمتي، يا رب يزعل، يا رب يجيله اللي يعمل فيه زي اللي عمله فيا والكلام ده كله. فأنت هنا بيطلع منك طاقة أساسا مش هتخرج من مجالك الطاقي، أنت مش هتروح للشخص التاني وتأذيه مثلا أو تخليه فوق، لأ، أنت بتحبس نفسك جوه الطاقة دي. فبالتالي أنت أول واحد هيدوقها، أنت أول واحد هيتمارس عليه صمت عقابي، أنت أول واحد هتصيبه الكارما، أنت أول واحد هيجيله أشخاص زي دول تاني كتير في حياته. فالحل لما تتعرض لموقف زي ده إنك مش تعمل له صمت عقابي، إنما إنك تمارس سيادتك الذاتية على مساحتك. يعني إيه؟ يعني حد أو صديقة مثلا عندك في الشغل أو في حياتك، ما تروحيش انتي تقولي لها بقى لسانك ما يخاطبش لساني والكلام ده، وتبقي من جواكي بتقولي أحسن أنا بعاقبها بانسحابي التام من حياتها عشان تعرف قيمتي. إنما انتي لو سبتيها تتكلم من غير ما يكون كلامها ليه تأثير عليكي، وفي نفس الوقت بطلتي تشاركيها تفاصيل حياتك، بطلتي تديها أهمية بمعنى أصح، فأنتِ هنا بقيتِ إنسانة حرة ذات سيادة قصاد الأرض والسما كمان، إنسانة عارفة كويس أوي هي بتقول إيه ولمين، إنسانة عارفة قيمة نفسها وعارفة إن اللي قدامها ده ما يستاهلش اهتمام، فبالتالي هتسمعيها تقولي لها صباح الخير صباح النور والكلام العادي بتاع كل يوم، إنما أنتِ ما قربتيهاش من قلبك تاني، خلاص سيبيها بقى هي تعيش حياتها وتاخد دروسها وتاخد نصيبها من دروس الحياة، وإنتي اهتمي بنفسك بس. الكلام ده أنا بقوله يعني في شكل صداقة، إنما هو ممكن يكون يعني طبعا لأن اللي هيسمعوني كتير ممكن تكون العلاقة هنا بين أم وبنتها أو أب وبنته أو أخ وأخته، يعني أحيانا بيكون الدرس أصعب شوية لأن الناس اللي بيأذونا دول بيكونوا قريبين منا 24 ساعة، فوضع الحدود بقى الصحية دي بينا وبينهم بيكون أصعب شوية. إنما صدقني هي أصعب شوية لأنك أقوى شويتين 3، فبالتالي الدرس بتاعك صعب حبة. كمان أنا عاوزاك يعني يلي بتسمعني تعرف إنك مش بتعاني من بارانويا الارتياب ولا أي حاجة من الحاجات دي، انت كل اللي عندك حاجة اسمها اليقظة الحدسية، يعني انت زي ما قلتلك الأول بتعرف تقرأ الناس كويس، بتعرف تقرأ تعبيرات الوش وبتعرف تشوف ظلال الناس، بتعرف تشوف الأفكار اللي جواهم بمعنى أصح سواء هم فعلا قرروا يحولوا الفكرة دي لفعل ولا لأ. فأنت لأنك يقظ بشكل قوي بتعرف تقرأ الناس فبتصدر عليهم أحكام سريعة. انت بقى علشان تعرف تعيش حياتك بأقل قدر من الخذلان وما تتفاجئش بقى بتصرفات ووعود غير صادقة، فأول خطوة لازم تعملها هي إنك تتعامل مع الخذلان اللي مريت بيه في حياتك قبل كده مش ككسر، مش تعيش بوعي الضحية المكسورة، لأنك مش مكسور ومش ضحية، انت قوي فعلا. أنا قدامي في الكارت امرأة قوية جدا رغم دموعها، يعني انت مش ضعيف ولا محاصر في واقع لا يمكن تغييره، الواقع دايما ممكن نغيره في أي وقت. اعتبر ان حياتك دي يعني كده جاية تديلك فرصة تانية بعد ما تخلص سماع القراية دي انك تنقي كويس مين يدخل حياتك ومين ما يمشي، ازاي تستعيد سيادتك وازاي تعمل سعادتك، ازاي تعمل حياة سعيدة. حط نية معايا كده دلوقتي انك من هنا ورايح ما تقابلش غير الصادقين الأطهار، الناس اللي ما فيش في قلبها غير الخير، وهم على فكرة موجودين كتير جدا والله، ما تقعدش يعني تقول هما فين والناس كلها بقت وحشة والكلام ده، لأنه مش صحيح. ربنا عدل، وعشان الدنيا تفضل دايرة لازم كفتين الميزان يتوازنوا،
لازم الناس الكويسة تكون موجودة زي الناس التانية بالظبط. الناس الكويسة موجودة الحمد لله وبخير، هما بس يعني ما بيحبوش الزحمة والصوت العالي، وما بيحبوش الظهور والتنطيط في كل مكان يعني، فهم موجودين وإن شاء الله هتلاقيهم. دي كانت أول خطوة في الحل. تاني خطوة هي إنك تعمل تحوير للشك، لأن الشك في أدنى تردد ليه هو بيكون مرض هيستهلك طاقتك وحياتك وينغص عليك حياتك كلها. إنما لما أنت هتنجح وتحول الشك وتحول طاقتك أنت نفسها لتردد عالي، الشك الغامر ده اللي جواك هيتحول لشكل جديد ومختلف. بدل ما هيبقى شك، هتبقى حاسة بوليسية للاستفسار والبحث عن الحقيقة. يعني انت لما هتنجح تخرج من الشك كظل وتعرف ترفع ترددك، هتتحول بصيرتك وقدرتك على قراءة الناس إلى منحة إلهية. هتلاقي نفسك كده في حالة ممتعة من قراءة الناس والأحداث والاستمتاع بقراءتهم كمان، لأنك في الظل انت كنت بتعرف تقرأ بس كنت بتخاف وبتتضايق وبتتشنج من اللي بتشوفه. إنما في مرحلة الهبة بقى والهدية انت برضه هتعرف تقرأ وتشوف، إنما هتتحول المسألة بالنسبة لك إلى مسألة متعة، إنك تقرأ وتشوف وتفهم الناس، تحلل الأفعال والأفكار، هتبقى زي رياضة كده بالنسبة لك، لأنك تخلصت أصلا من وعي الضحية، فبقيت ماشي كده في الحياة تمارس الحاجة اللي انت شاطر فيها، وهي التحليل العميق والقدرة على الرؤية بشكل عميق. انت هتستمتع بقدرتك دي، هتعرف بأمر الله تحول الشك في الآخرين إلى حاسة بوليسية تخليك قادر على فهم وتحليل الأمور. انت زمان في الظل كنت بتلجأ للشك كوسيلة دفاعية، إنما هنا إن شاء الله في الهدية انت هتتحول إلى حد كده نقول له أهلا وسهلا، تعالى ارشدنا بحكمتك، لأنك فعلا من كتر ما هتشوف وهتحلل هتبدأ تفهم الناس. حياتك كلها هتتحول إلى رحلة بحث ذاتي داخلي، لفهم بقى سبب ظهور الناس دي يعني في الأساس يعني في حياتك كان إيه. انت هتبقى شايف جروحهم اللي خلتهم يعملوا كده، وهتشعر بالشفقة أو بالرحمة اتجاههم، لأنك من كتر اللي هتشوفه في الناس كلها هتبقى أكتر واحد متعاطف مع الناس كلها، لأنك بتبقى شايف كمان جذر المشكلة، كأنك شايف الناس أطفال ولا يحسنون التصرف يعني. فمش معقول يعني طفل لا يحسن التصرف نمسكه نضربه، لا، احنا بنمسكه نفهمه أو بنراقبه كده من بعيد وما بنتدخلش غير لما هو يطلب مساعدة. انت هتتحول إلى شفائي، وممكن كمان تلاقي نفسك عندك رغبة إنك تدرس علم النفس علشان تفهم جذر المشكلة إيه بالظبط عندك وعند الناس كلها. انت بأمر الله أما هتنجح في الخروج من ظل الشك، هتلاقي نفسك بترتقي وبتصعد في الوعي بسرعة الصاروخ. هتكتشف إن الشك ده كان منحة إلهية متنكرة مبعوتالك، علشان انت تقرر دلوقتي إنك تعمل كده سويتش، تعمل تحويل للشك إلى الهدية. الهدية بتاعت الشك هي اليقظة الروحية، اليقظة الحدسية، لأنك عندك الأدوات كلها موجودة. الشك الذاتي والشك في الآخرين والمرار الطافح، أنا أسفة يعني اللي أنت كنت عايش فيه قبل كده، كل دي كانت وسيلة لتدريبك علشان بعدين أنت لما ذبذباتك ترتفع وتبطل تعيش في وعي الضحية، تبقى أكتر واحد شايف كل حاجة. الخطوة التالتة بقى هي أهم من الاتنين اللي فاتوا وهي فك الارتباط بالماضي. يعني إيه؟ انت لأنك مريت بصدمات وخذلان كتير، فتركيبتك الداخلية كده اتغيرت، فانت محتاج تعمل معالجة بقى للصدمات، تفصل جسدك ومشاعرك عن شعور الخذلان اللي انت دقته كتير. انت دقت الخذلان ده سنين، فبمعنى أصح يعني إنك تعرف تحرر نفسك من الماضي والألم، وتتوقف برضو في نفس الوقت عن تغذية الألم ده بمزيدا من الشك. يعني انت بالنسبة لك كده اعتبر الشك ده كيان، وانت كل يوم الصبح تصحى تقول له صباح الخير وتجيب له الأكل وتأكله، فايه اللي هيحصل؟ الشك ده هيكبر، هيتخن،
صح؟ هيفضل يتخن ويكبر ويتضخم ويمتلئ ولغاية ما يعني يشفط الفراغ اللي حواليك كله. فأنت اللي بتغذي الشك، اقطع بقى عنه التغذية، لأنك كل مرة أنت كنت بتشك فكنت بتتألم، فتشك أكتر بقى، تقول يعني لأ أنا لازم المرة الجاية دي أعمل احتياطي كاملا وأتفحص وأتمحص وأفهم كل حاجة علشان محدش يغدر بيا زي المرة اللي فاتت. فكنت للأسف برضو بتتعرض للألم أو للغدر، لأن مفيش حد هيقدر يقرأ بصير يعني نية الناس اللي حواليه أو أفكارهم بشكل كامل طول الوقت ويطلع صح في الآخر. لازم هيطلع غلط كتير، ولازم مش هيعرف يقرأ كتير، ولازم هيشوف ظلاله وهو أصلا في الناس اللي قدامه كتير برضو. فأنت كنت فيه عمال تلف في دايرة كده، يعني تتعرض للألم فتقول لأ المرة الجاية هشك أكتر، فتشك أكتر فتتعرض للألم تاني فتقول لأ المرة اللي بعدها هشك أكتر. أنت كنت عمال بقى تلف في الدايرة دي كتير. فاللي كان بيحصل إن الشك كان بيسرق منك سلامك النفسي كله. يعني حياتك الماضية دي كلها قبل ما تسمع قرايتنا النهاردة، الشك كان بيسرق فيها سلامك النفسي، وكمان كان بيعكر صفو حياتك في الحاضر. يعني بيسرق سلامك النفسي في الماضي وبيعكر صفو حياتك دلوقتي، وبيوعدك بألم في المستقبل. انت شايف الشك كان بيعمل ايه في حياتك؟ كان مدمر ماضي وحاضر ومستقبل. فأنا جاي أقولك النهاردة اشتري بقى مستقبلك بإنك تغير استراتيجيتك في التعامل مع الشك وتقطع عنه التغذية. الشك لازم يعمل رجيم يا جماعة، لأن أنت عمال تستنسخ نفس الألم ونفس النمط وتكرره كل يوم في حياتك. على طول شايف الحياة مرة، وعلى طول شايف الناس وحشة، لأنك عمال كل شوية تعيد تشغيل نفس التجربة تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر مع اختلاف الأشخاص بقى. فبقيت تجذب لنفسك نفس أنواع الناس اللي هتعاملك بالطريقة الوحشة دي تاني وتالت ورابع وخامس. انت هتقطع الدايرة دي مرة في مرة، مش هتجذب نفس أنماط البشر دول تاني خالص. الخطوة الرابعة بقى هي التطبيق العملي. استخدم الصمت كأسلوب حماية مش عزل ومش عقاب. اختار مين اللي يشاركك سعادتك وانت اصلا يعني ذو بصيرة، الحمد لله ربنا ينورها لك ويقربك من كل خير ويقرب منك كل خير. ادعي دايما كده وقول ربي الهمني رشد امري وقيني شر نفسي وشر كل ذو شر. شعورك بالشك والألم شعور طبيعي، لأن إحنا لما بنتوجع ونطعن من اللي افتكرناهم أمان، فالقلب بيتحول إلى قلعة محصنة، والشك بيكون هو حارس البوابة. اعمل بقى إعلان وفاة لنسختك القديمة دي. احزن على اللي خذلوك، لأن حزنك ده شعور طبيعي، يعني ما تقمعوش، عيشه، ولو عايز تعيط عيط، لأن دي مشاعرك لازم تعبر عنها ولازم تكرمها بإنك تعترف بيها. إنما برضو أنت لازم تخرج من حالة السيرفايفر مود والتوتر المستمر اللي أنت عايش فيها دي. حط بقى الكلمتين الجايين دول حلقة في ودنك. الناس اللي خذلوك عمرهم ما يقدروا يمتلكوا من عمرك غير اللحظات الماضية فقط. الحاضر والمستقبل ملكك انت بس. درب جسمك ومشاعرك على الشعور بالأمان الذاتي الداخلي، ما تروحش تدور على الأمان والأمل والحب عند الناس، اوجدهم جواك أولا. انت بصراحة يعني معلش أنا أسفة أن أنا هقولك الكلمة دي، بس طبعا احنا اخوات وانا عارفة ان انت هتقبلها مني. انت بصراحة مش بتساعد نفسك. يعني لو اللي خذلوك دول فريق، فانت للأسف كنت بتروح تلعب معاهم في نفس الفريق بتاعهم ضد نفسك. يعني انت محتاج تعمل فريق تاني خالص بعيد عنهم، فريق ليك انت، فريق يدعمك انت يعني ويقويك انت ويديلك كده احساس الامان. واول واحد في الفريق ده لازم يكون انت. انت قادر تماما على فكرة انك تلاقي وسائل تديلك الشعور بالامان في اي وقت. يعني احنا الحمد لله بقينا في عالم الانترنت موجود عليه طوفان معلومات،
وناس كتير بتحب تساعد، وناس كتير عندها تجارب بتشاركها. فأنت تقدر في أي وقت إنك توصل للمعلومة اللي أنت عايزها. أنا عايزاك من هنا ورايح تقدر كده تقفش كام لحظة شك في اليوم بتاعك وتسجلهم في دفتر على جنب، لأن كل يوم هتكتب فيه أنا حسيت بالشك بسبب كذا وكذا وكذا. تعالى بقى بعد أسبوع ولا حاجة واقرا كل الكلام ده، وحاول تلاقي في نفس الأشياء اللي حسستك بالشك حاجات تانية حسستك بالأمان. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا أنا كنت حاسس بالشك وأنا بحاسب الدليفري بتاع السوبر ماركت ليكون كتب سعر أعلى شوية في الريسيت وفي الفاتورة بتاعة طلبات البيت. أنت كتبت ده، تعالى بقى بعد أسبوع واقرا اللي أنت كتبته وقول طيب ده كان إحساسي بالشك في الماضي ناحية الدليفري مان أو الشخص ده. دلوقتي أنا محتاج أعمل إيه علشان المرة الجاية لما أقابل نفس الشخص تاني أكون حاسس بالأمان؟ هل أنا محتاج أكلم صاحب المحل مثلا وأتأكد من السعر الأول؟ ولا أنا محتاج أجيب ماكينة آلة حاسبة كده وأحسب الحساب قدامي عشان أعرف هو فعلا زود حاجة ولا لأ؟ ولا أنا محتاج أواجه إن الشك ده شك ملوش أساس من الصحة، والتجربة أثبتت لي مرارا وتكرارا إن الولد أو الشخص اللي بيجيب لي الحاجة ده يعني شخص كويس ما بيسرقش، وصاحب المحل أنا بتعامل معاه بقالي فوق 10 سنين فأكيد مش هيخسر زبون مهم زيي. يعني ابتدي كده فصفص أسباب الشك ولاقي منها أسباب الأمان. دور أصلا الشك ظهر ليه، وحاول تلاقي أسباب للأمان جوه إحساسك للشك وهتلاقيهم. أنا متأكدة إنك هتلاقيهم لأنك أصلا إنسان ذكي جدا. أنت بس يعني عندك شوشرة في الإدراك، شوشرة في البصيرة، يعني بتهاجم الناس بسرعة بدل ما تحاول إنك الأول تفهم الدنيا واحدة واحدة ماشية إزاي. من يومين أنا شفت فيديو قديم كده لبروسلي بيتكلم في لقاء تلفزيوني قديم يعني من الثمانينات مثلا. وعلى فكرة بروسلي كان راجل حكيم جدا، مش بس ممثل يعني حد مشهور كده، لا هو كان اتدرب تدريب قاسي جدا على الفنون القتالية والفلسفة الشرقية كمان، البوذية والطوية والحاجات دي كلها. بروسلي اتسأل من المذيع وقال له ازاي نلاقي السلام؟ فبروسلي سكت كده ووصله وقال له احنا مش بنلاقي السلام، احنا بنختاره، يعني حتى مش بنصنعه، لا هو السلام اصلا موجود، احنا مش هنروح نخترعه، هو موجود بس احنا اللي مش بنختاره. قال له احنا مش بنلاقي السلام، احنا بنختاره، بنختاره بما نتجاهله، بما نحرره، وبما نتوقف عن تغذيته بطاقتنا. فانت اختار السلام، لان للأسف كلنا فاكرين ان السلام هو حالة وعي هتهبط علينا كده، انما لأ، بروسلي قال انه فعل ارادي منك، قرار سيادي منك، انت هتعرف تعمله اما تمارس ال3 حاجات دول: التجاهل والتحرير وسحب التغذية الطاقية. ما تستنزفش طاقتك بقى في تشغيل رادارات الشك دي يعني 24 ساعة. ارحم نفسك واختار السلام، واخرج من حرب الاستنزاف بتاعت الشك دي، واحمي حدودك بانك تنقي مين يدخلها ومين يفضل واقف بره على البوابات مش مسموح دخوله. ساعتها هتتفاجئ ان حياتك اهدى وقدرتك على الابداع اعلى، لانك استرديت طاقتك من اللي كنت بتشك فيهم. اقطع الامداد عن الشك علشان تطفي نار الشك لوحدها. الطاقة المهدورة دي استخدمها بقى في بناء عالم نظيف ما يدخلوش غير الأنقياء، وابدأ بقى في صنع العالم ده جواك، لأن بالشكل ده أما هتأسسه جواك أولا هتلاقي حياتك ما بقاش فيها ناس مخادعة تاني، لأن الناس المخادعة دي ظهورهم في حياتك بالأساس كان عشان يتم لفت انتباهك إن جواك مناطق شكة في نفسها، شكة في ذاتها. يعني انت اصلا كنت بتشك في نفسك في مناطق جواك، فبالتالي الكون جسد لك ناس براك تخليك تشك فيهم.
أنت أما هتبني مملكتك الداخلية على التناغم والسلام، كل اللي بره كمان هيبقى تناغم وسلام. ولو قدرت تعرف ايه هي المناطق اللي جواك اللي انت كنت بتشك فيها دي، اللي انت كنت رافض تصدق صدقها دي، اللي انت كنت بتكذبها دي، صدقني مش هيظهر في حياتك ناس تانية تثير جواك الشك. ربنا يملى حياتك وحياتنا جميعا بركة ونور وسلام. اختار السلام، وسلام عليكم.